الأفعى الرفيعة. طبعا هاي أنا سميتها الأفعى الرفيعة لأنه عندنا المسميات ما حدا بسمي، ومسمى الكتاب اللي مسمين فيه حياة معظمه غلط، فعشان هيك أنا سميتها الأفعى الرفيعة. المهم، هاي الأفعى الرفيعة كثير ناس بيسألوني عنها. بتعيش بالشرق الأوسط، بتعيش بالأردن، بتعيش بالسعودية، بتعيش بالإمارات، بتعيش بقطر. كثير ناس بعثوا لي صور من قطر برضو سألوني عنها. المهم، ومرة أنا شفت صورة مش عارف وين، في السعودية في أي منطقة أو في الإمارات، كاتلين واحدة عند المدرسة. هاي كثير بتتواجد وين؟ في المناطق اللي فيها دور وفيها عمارات وإشي، بتتكرب على المناطق هذيك عشان تصطاد الفئران الصغار والعصافير وعلى عشوش العصافير. المهم، هاي الأفعى غير سامة بتاتا. هاي أوصافها: بكون ظهرها عليه شحطات سكني غامق من عند أولها لآخرها. اثنين، آخر الذنب بكون رفيع رفيع رفيع. لاحظ كيف طلع ما أرفع، يعني لا يوصل تقريبا لرفع الإبرة. بيوصل طول الحية هاي 1.40 متر، يعني طول مش قليل. كثير بكتلوا منها بالصحاري بالشرق الأوسط، ناس ببعثوا لي صورة. هاي الحية غير سامة، ما بصير قتلها، بس مشكلتها انها هاي بتحب تروح وين؟ المناطق في ناس كثير بيكونوا معلكين عصافير. مثلا في ريحة عنا كثير اكلت لناس عصافير، يعني بده يعلق عصافير برا، يعلقهم في طريقة كويسة ما تقدرش الحية تطلع لهم، فعشان هيك بتتعرض للقتل. الحية جميلة ومش سامة، ما في منها اي خطر، وموجود منها اكثر اشي في منطقة السعودية. ملان زيها بالسعودية، وعندنا موجود زيها بريحة. ريحة عندنا منطقة صحراوية، حية جميلة وما بصير قتلها. عشان هيك كثير ناس بيسألوني من مناطق الشرق الأوسط بالأخص السعودية. حبيت أنا أصور لهم الحية وأوصف لهم إياها كمان مرة عشان يتعرفوا عليها. تحياتي للسعودية وكل أهل الخليج، على راسي.